أهلا بكم، أهلا بمشاهدي قناة كروشيه مع أم نور. غرزة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم. غرزة للجاكيت، بلوزة، شال، كوفية إلى غير ذلك، من مضاعفات العدد 4. نبدأ على بركة الله. الغرزة الأولى 1 2 3 4، 1 2 3 4 8 1 2 3 4. نكمل ونرجع. أنا عملت 24 غرزة أو سلسلة، ونبدأ السطر الأول، ما نروحش الغرزة الأولى الثانية، أعمل ألف الخيط وأعمل عمود. العمود الأول نلف الخيط ونعمل العمود الثاني، العمود الثالث. في كل ما تقابلني غرزة أدخل وأعمل فيها عمود، أخرج من 2 ثم 2. نمرة الكروشيه 3. الخيط يجي هو سميك. بالنسبة للغرزة هذه لازمها مشان تجي شال أو كوفية أو بلوزة، يعني تجي بالرقيق أحسن، يعني من نمرة 3 2.5 إلى غير ذلك. أنا حبيت نعلمكم بهذا باش تبين معاكم الغرزة. نكمل السطر هذا كله بغرزة عمود. كل ما تجي قدامي غرزة أعمل فيها عمود، سلسلة أعمل فيها عمود لحتى الآخر. وصلت لآخر السطر، أعمل هنا كذلك غرزة عمود، نخرج ب2 2، بعدين نروح لآخر غرزة على السطر الأخيرة، شوية تجي معصلقة نفتحها بيدي هكذا وندخل نعمل عمود بلفة. خلصت السطر الأول. أنا درت 24 غرزة، نتوما راح تعملوا من مضاعفة العدد 4 القيس اللي تحبوه، العرض اللي تحبوه، سواء كوفية أو شال أو جاكيت إلى غير ذلك، كل حاجة والحسابات نتاعها. راح نطلع بغرزة واحدة ونقلب الشغل. هذه الغرزة الآن غرزة حشو، السطر كله غرز حشو، يعني البداية نتاع الغرزة هذه عبارة عن سطر عمود لفة وسطر غرزة حشو. كل ندخل تحت الضلعين بتاع الغرزة ونعمل غرزة حشو، ندخلوا نلف الخيط، نخرجوا في 2 مرة واحدة. هذه غرزة الحشو هكذا. ندخل في الخيط، يخرجوا يعودوا عندي 2 على السنارة، نحيلهم بلفة، أخرجهم في 2 هكذا. هذو نسميهم بالفرنسية لي ماي سيري، لي ماي سيري. كمل السطر ونرجع. كل السطر كيما هكذا، سطر عمود أعمدة وسطر غرزة حشو. كملت غرزة الحشو هكذا يكون الشغل.
بعدين ارتفع ب4 سلاسل، 1 2 3 4 ودور شغل، وعد 1 2 3 والرابعة لف لفة وادخل في الغرزة الرابعة وهنا بداية الكلاستر. أخرج بواحدة ثم أخرج باثنين، يبقى 2 فوق السنارة، ألف الخيط وادخل واخرج من واحدة ثم 2، تلفوا 3 على السنارة ثم نفس الغرزة ندخل ونخرج من 1 2 على السنارة، يكونوا 1 2 3 4، خرجهم كلهم ضربة واحدة. نعمل 5 سلاسل، 3 4 5، ونعمل البتلة الثانية جنب أختها، البتلة الثانية نفس الشيء، نخرج من 1 2، يبقوا 2 على العمود أو الكروشيه، نزيد ندخل مرة تخرج 1 2، يبقوا 3 على العمود أو على الكروشيه، نزيد نلف الخيط وندخل في نفس المكان ونخرج من 1 2، كم على الكروشيه 4 غرز، نخرجهم ضربة واحدة ونتحصل على بتلة، تحصلوا على بتلة بدون ما ألف الخيط ولا أعد، فقط 1 2 3 وفي الرابعة 1 2 3 والرابعة أدخل وأعمل بتلة تانية، نخرج من 1 2، يبقوا 2 على العمود، ألف الخيط وأعمل نفس الشيء، أخرج من سلسلة 2، يبقوا 3 على السنارة، ألف الخيط وادخل 3 مرات، ندخله نخرج مرة 2، يبقوا 4، نلف الخيط ونخرجه، نزيد 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 عفوا. كل بتلة نعملوا لها البتلة اللي تجي أمامها، نزيد ندخل نفس المكان ونعمل، أخرج 1 2، يبقوا 2 على الكروشيه، أدخل مرة تانية وأسيب الوحدة تخرج وحدها، بعدين 2 كم بقوا على الكروشيه 3، نلف لفة أخيرة وهي الثالثة وندخل نفس المكان ونخرج مرة واحدة، بعدين 2، يبقوا 4 على السنارة، هكذا. أجمل يعني بتليات هذه، والكلاستر يجيو ما شاء الله، غرزة كلاستر جميلة جميلة جدا، تيجي في حاجات كتيرة بدون ما نعمل سلاسل ولا إشي، نلف الخيط ونحسب 1، نعد 1 2 3 والرابعة أعمل نفس الشي، غرزة الكلاستر
نعملو بتلة أخرى. خرج مرة، 2، أترك 2 على السنارة، نزيد ندخل للمرة الثانية، 3 مرات ندخل ونخرجو، 1، 2، 3 على السنارة، نزيد ندخل المرة الثالثة ونخرج 1، 2، كم على السنارة؟ 4. نلف اللفة ونخرجهم الكل مع بعض، ثم أعمل 5 سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، ونروح لنفس المكان مشان يجيو جنب بعض، يعني الفراغ يجي 5 سلاسل، هنا يجيو 5 سلاسل، وندخل في نفس الغرزة باش نعملوا لها البتلة الثانية. أخرج ب1، 2، يبقوا 2 على السنارة، نزيد ندخل 3 مرات، ندخل المرة الثانية، 1، 2، يبقوا 3 على السنارة أو الكروشي. بعدين ثالث مرة نخرج ب1، 2، أو على السنارة 4، نلف الخيط ونخرجهم كلهم مع بعض. هنا خلصت البتلة الأولى، الثانية، الثالثة. نروح نعمل البتلة الرابعة، 1، 2، 3، والرابعة نعملوا البتلة الأولى، 1، نخرج ب1، ثم 2، يبقوا 2 على السنارة، ثم ألف وأرجع للغرزة وأعمل، نخرج من 1 ثم 2، يبقوا 3 على السنارة، نلف وندخل نفس المكان. هذه البتلة الأولى نكملها، يبقى لي 4 على السنارة، نخرج منهم كامل هكذا، ثم أطلع ب5 سلاسل، 3، 4، 5 سلاسل، ندخل في نفس المكان ونعمل البتلة الثانية، 1، 2، 2 على السنارة، نزيد ندخل مرة ثانية هكذا، نخرج مرة، 2، 3 على السنارة، مرة أخرى 3 مرات، 1، 2، 4 على السنارة، نلف الخيط مرة واحدة الكل مع بعض. هنا صار عندنا كم من بتلة؟ 1، 2، 3، 4. نزيد نلف الخيط ونعد 1، 2، 3، 4 بتلة أخرى، نخرج من 2، ندخل بثاني لفة، نخرج من 1، نخرج من 2، يبقوا 3 على السنارة، ثم المرة الأخيرة هي ثالث مرة، نلف، نخرج من 1، من 2، 4 على السنارة، لفة نخرجه. هذه البتلة اللي مازلت ما خلصناهاش، 5 سلاسل، وبعدين نفس المكان نزيد البتلة الثانية، نخرج من 1، 2، يبقوا 2 على الإبرة،
نلف لفة وندخل نفس المكان، نخرج من واحدة ثم من اثنين، بقوا 3 على الإبرة، 3 نلف اللفة الأخيرة الثالثة والأخيرة، نروح نعمل نخرج مرة 2، يبقوا 4 نلف لفة واحدة، نخرجهم نخرج مع بعضهم هكذا. أعد ألف الخيط وأعد 1 2 3 4، ندخل في رابع غرزة حشو، ونعمل 2 نلف لفة ونعمل الثانية، نخرج من واحدة ثم 2، بعدين نلف الثالثة ونخرج 4 نخرج منهم كلهم، وهذه عندها بتلة واحدة، نزيد نضيف 5 سلاسل، 2 3 4 5، نزيد ندخل نفس المكان هنا، نعمل بقية البتلة الأخيرة، نزيد نلف، ندخل نخرج من واحدة ثم نخرج ب2 واللفة الأخيرة هكذا، 1 2 4 على السنارة، نخرجهم مرة واحدة، تحصلنا على بتلة. كم عملنا من بتلات؟ 1 2 3 4 5 6 بتلات. نلف الخيط والغرزة اللي بقات هنا أعملها عمود بلفة، 2 2، أرتفع ب2 ثم هنا نعملو 5 المكان الفراغ هذاك نعملو فيه 5 أعمدة بلفة. عفوا قلت لكم أعمدة، بل هي غرز حشو من البداية، غرزة حشو، بعدين ندخل للفراغ هذا ونعمل فيه 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5، بعدين نروح للفراغ مباشرة وأعمل 5 غرزة حشو، 1 2 3 4 5، زيد الفراغ اللي يليه، كل فراغ يمر بيا، كل فراغ أمامي أعمل فيه 5 غرزة حشو. هو هذا السطر الثاني، هذا السطر الثاني من الغرزة اللي نقدر نديرو عليه الكلاستر، 1 2 2 3 4 5، 1
2 3 4 5 الحين فراغ الأخير 1 2 3 4 5 وبعدين أروح لآخر غرزة وأعمل فيها حشو. المهم السطر هذا كله غرزة حشو. بعدين راح نعيد السطر هذا، عودنا السطرة هذه سطر غرزة الحشو، ها هي نزيدو نروحو لغرزة كلاستر. هذه هي إعادة بعد ما درنا الأساس عمود عميدة، وبعدين غرزة حشو، وغرزة الحشو نعملو فوقها غرزة الكلاستر، نزيدو نعاودو السطر الثاني، وبعدين الثالث هو غرزة الكلاستر. قلت الإعادة هي في السطر الثاني والثالث. هنا هذا هو السطر الثاني، دوكا ندير السطر مرتفع بثلاث سلاسل، وعد 1 2 في ثالث غرزة أعمل غرزة الكلاستر، هكذا نخرج بواحدة ثم 2، يبقوا 2 على السنارة، نزيد نلف لفة ونفس المكان، واحدة 2، يبقوا 3، نزيد 1 2، يبقى 4، نخرجهم مع بعض، ثم ارتفع ب5 سلاسل 2 3 4 5، وأدخل في نفس المكان اللي درت فيه البتلة الأولى، وأخرج مرة الأولى 1 ثم 2 مع بعض، وش يبقى لنا هنا نزيد شوي، 1 2 3 2 2، يبقى 4 على السنارة، خرجهم مرة واحدة، ألف الخيط ويخرجوا مرة واحدة، البتلتين هم وراهم، نلف الخيط ونعد، روحوا 1 2 3، وأدخل في غرزة الحشو وألف، أخرج 1 ثم 2، يبقوا 2 على السنارة، أدخل مرة ثانية، ألف وأخرج 1، ألف وأخرج 2، يبقوا 3 على السنارة. المرة الأخيرة نلف وندخل ونخرج ب1 2 4 على السنارة مع بعضها. هنا 5 سلاسل 2 3 4 5. حنا نقول لكم اش ديروا.
هنا الخمسة هادو يجيو ما بين 2 هادو. هنا مازالت كلاستر، لما نلف الخيط ندخل ندير الكلاستر الثانية. بعدين ما نلفش الخيط ونروح مباشرة لهون، 1 2 3. في هنا الثالثة ديروا الكلاستر الأولى والثانية، وما بيناتهم 5 سلاسل. تزيدوا 1 2 3 الكلاستر الأولى والثانية، وما بيناتهم 5 سلاسل حتى النهاية. ارتفع بكذا، نكمل السطر ونرجع لكم. ما قبل أكمل معاكم هذه السطر الأخير بالنسبة ليكم. أخرج ب1 2، وبعدين اللفة الأخيرة اللي هي ثالث لفة نخرج من 1 ثم 2، ويبقوا 4 على السنارة ضربة واحدة. البتلة الأولى عملناها، نعمل 5 سلاسل، 3 4 5. بعدين أدخل في نفس البتلة باش نجيب لها أختها، كل 2 متقابلين لبعض. أخرج ب1 2، يبقوا 3. اللفة الأخيرة الثالثة والأخيرة بالنسبة لشغلنا، ونخرج من مرة وخرج مرتين، يبقوا 4. ألفهم مرة واحدة وأخرجهم، ثم أعمل في الأخير. راكم شايفين الأخير لازمني أعمل هنا في الأخر أعمل عمود بلفة، عمود بلفة هكذا. إذا حبايب قلبي، الشغل هو أمامكم جميل. أنا بالنسبة لي، وخاصة لو تعملوه بألوان، يعني ما تديروش الأسود، ما تعملوش البني غامق والأسود، الألوان اللي تكون غامقة ما تديروهاش في النسجة هذه. أول شيء الخيط ما يكونش هكا، يكون أرق من هذا. والكروشي 2.5 3، الكروشي 2.5 3. والغرزة تديروها جيروا. شوفوا لما تجي على اليد هكذا، يا سلام، يعني ذراعين، يعني تجي تحفة تحفة تحفة. هذا يجي من هون كأنها البليسي تاع التريكو. وبعدين الغرزة قلت لكم عملوها بالرقيق، مش رقيق كتير، ولكن يعني راح نعطيلكم انواع الصوف ان شاء الله في فيديو اخر. انا عملتها لكم بهذا باش تبين معاكم، ان شاء الله تكونوا استوعبتوا شو عملت. وهذه السطر اللي يجي منا كله سطر حشو، كله سطر حشو. تبداو بزوج حشو، وبعدين في الفراغ هذا تعملوا هنا 2 حشو. الفراغ هذا ديروا 5 حشو 5 حشو 5 حشو 5 حشو 5 حشو. في الأخير ديروا غرزة حشو، وبعدين ترتفعوا باش تعملوا غرزة الكلاستر الجميلة. وريدات ما شاء الله. نتمنى لكم تكونوا فهمتوا ودعموني حبايبي. أنا شايفتكم باللي راكم دخلتم لي الفيديوهات، عملتوا تعليقات. أين هي اللايكات؟ كشي تعليق بلا لايك؟ اعمل اللايك ثم ادخل دير مشان يثبت، يعني اعمل اللايك وبعدين ادخل واعمل اعمل لايك، وبعدين تعليق جميل على الغرزة. عجبتك ما عجبتكش، سهلة واعرة، يعني في المحتوى اللي رانا دايرينه. وبعدين تحب تشترك، تحب ما تشتركش، مش بالسيف يعني.
أتمنى لكم النجاح في عملكم، دراستكم، كل شيء تتمنوه يتحقق لكم يا ربي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.